مساء الخير واهلا بيكم وحلقه وصال. يعني النهارده اليوم بالنسبه لي صعب للغايه. طبعا انتم متعودين ان انا دايما بتكلم عن مصريين في الخارج، بس انا النهارده هكلمكم عن الفضائيه المصريه. الفضائيه المصريه النهارده يوم حزين عليها جدا. الفضائيه المصريه يعني شهدت اساتذه كتير جدا اتعلمنا منهم، لكن النهارده استاذتي ميرفت سلامه رحلت. ميرفت سلامه اللي ما يعرفهاش، واكيد ما فيش حد ما يعرفهاش، هي انسانه بكل معنى الكلمه. هي قلب حنون لاقصى درجات الحنيه. هي معلمه بدون اي نوع من التجريح او حتى اللوم. كانت بتقدر ان هي تنقل لنا كل اللي هي عاوزاه بأرق الكلمات. كان مكتبها وهي رئيسة القناة الفضائية المصرية مفتوح 24 ساعة. يمكن كلنا ما قعدناش في المبنى ده بال 12 ساعة وأكتر اللي غير داخل مكتبها. كان بيبقى مفتوح للجميع. كانت بتبقى حريصة على سماع شكاوي حتى لو كانت شخصية، لأصغر موظف لأكبر موظف. كانت دايما تقول الإعلام رسالة، انتوا أولادي، أنا ما خلفتش بس انتوا بناتي وأولادي، وعاوزة كل واحد فيكم يحقق كل اللي بيتمناه. هي اللي أمنت بيا، هي اللي عرفتني حاجات كتير. أستاذة بكل معنى الكلمة، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأرجوكوا ادعوا لها. نشوف مع بعض تقرير النهارده، ومفروض أبقى طبعا بتكلم بمنتهى المهنيه. بعد طبعا كل اللي انا قلته لكم، انا كل اللي طالباه لاستاذتي ان انتوا تدعوا لها. لكن على الشق بقى المهني، احنا عندنا عرس انتخابي، انتخابات النواب، والمصريين في الخارج اثبتوا جداره كالعاده. الاعداد في ميلانو تحديدا كانت كبيره جدا، في يعني بالنسبه لاوروبا. طبعا كالعاده الكويت والسعوديه. شفنا كمان اعداد مميزه في فرنسا. هنتكلم عن الانتخابات، وهنتكلم كمان عن اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، مع طبعا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ مصطفى رجب، أو زي ما أنا بحب أقول له حاج مصطفى رجب. وهنشوف مع بعض تقرير عن الانتخابات، ويومين كانوا عرس للمصريين في الخارج، ونرجع نبتدي حوارنا. انتهت عملية تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وسط أجواء يسودها الاستقرار والتنظيم داخل السفارات والقنصليات المصرية حول العالم. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تمت في 139 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة، وفتحت اللجان أبوابها وفق التوقيتات المحلية لكل دولة وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بالقاهرة يومي الجمعة والسبت، وأن سير العملية الانتخابية تم بسلاسة كاملة فضلا عن التعاون المستمر بين البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من سفراء وقناصل وجاليات. وعبر دوائر الربط الإلكترونية والفيديو كونفرنس تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير التصويت لحظة بلحظة والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان في مختلف الدول. وشهدت بعض اللجان توافدا ملحوظا منذ ساعات الصباح، بينما أكدت البعثات في أوروبا ودول الخليج وجنوب شرق آسيا أن العمل داخل المقار سار في أجواء منظمة وهادئة، ومشاركة واسعة ودعم من المصريين في الخارج للتعبير عن دورهم الوطني في رسم ملامح الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
الصورة بتعبر بالفعل عن أن المصري في الخارج عنده يعني ترمومتر وطنية عالي جدا للغاية، بيستشعر المسؤولية، عارف أن هذا يعني العرس الانتخابي يمثل بالنسبة لوطنه مصر أهمية خاصة، عارف إن شاء الله بإذن الله حتى لو في صعاب باتحادنا خلف قيادتنا هنقدر ان احنا نتخطاها، وعارف ان ده حق دستوري مش لازم يفرط فيه. حاج مصطفى رجب، اهلا بيك. اهلا بحضرتك وبكل مشاهدين الفضائيه المصريه وبرنامج وصال، والبقاء لله في استاذتنا القديره ميرفت، وندعو الله انه ينعم عليها في وسع جناته. طبعا احنا عارفين شغلها ومهنيتها وشايفين تاثير مهنيتها على حضرتك النهارده، ودي بننتهز الفرصه ان الناس دايما بتتعظ من المواقف دي، ونشوف التاثير والسيره اللي الحلوه الناس بتسيبها. يا رب كل الناس تتعلم من الدروس دي وتسيب سيره حلوه وراها. هي كمان يعني صاحبه فضل في وصال تحديدا، لان هي اللي دعمتنا، ويمكن كمان يعني لازم طبعا اعطي الحق، الفكره كانت للوزير انس الفقي ودعم من مدام سوزان حسن ربنا يديها الصحه وطولة العمر، لكن ميرفت سلامه هي اللي كونت وصال بفريقه بشغله، كانت بتتابعه، ولغايه وقت قريب كانت بيقبلها ملاحظات وبنتعلم، يعني تكلمني تقول لي اعملي واعملي واعملي. فهي انا متابع مع حضراتكم لسنين عديده، وبجمع كل دوام في الوضع اللي حضرتك فيه دلوقتي دون، وشغلها ومهنيتها وحبها للناس اللي بتشتغل معاها وتعاونها، كل ده واضح في الصوره اللي قاعده قدامي دلوقتي. بننعيها هي هانم من هوانم ماسبيرو، زمن الجميل ربنا يرحمها. ويعني دايما بنقول هي تقلدت الكثير من المناصب، بس أهم من المنصب كان جايزة حب الجمهور والعاملين، لأن النهاردة فعلا كانت مظاهرة حب ليكي. أهو نرجع للانتخابات. طبعا زي حضرتك ما قلتي، إيطاليا ميلانو بتتميز نظرا لوجود العمالة المصرية في إيطاليا، وكلهم من محافظات مصر اللي عارفين المرشحين في المحافظات بتاعتهم إيه، فده يمكن سبب الإقبال الكويس الجميل في إيطاليا أو ميلانو بالتحديد. إنما ما ننساش إن أوروبا ما هياش ميلانو بس، أوروبا عدة عواصم أوروبية ولها الصعوبات والعقبات اللي فيها، بغض النظر عن الجو القارس البرد، إلا إن صحيح. لكن تتخيلي إنك تطلبي من حد في مرسى مطروح إنه يجي ينتخب في القاهرة. فده الوضع عندنا بالظبط، إن بنطلب ناس من اسكتلندا وأيرلندا إن هم يجوا ينتخبوا في سنترال لندن. طبعا التكاليف بتاع السفر باهظة، بيضطروا إن هم يقيموا ليلة في لندن علشان يعرفوا ينتخبوا. فبالرغم من كده الناس بتيجي، بس العدد طبعا ما بيبقاش العدد اللي احنا بنأمل فيه. يعني بريطانيا فيها ما يفوق من 250,000 مصري، العدد اللي بينتخب احنا عايزينه يكون اضعاف العدد الموجود ده. فلازم نحاول ان احنا نسهل على المصريين في اوروبا بصفه عامه وفي لندن بصفه خاصه ان تتاح لهم فرصه التصويت. الوطنيه والانتماء ما فيش فيها نقاش، ما فيش فيها اي كلام، انما لازم نسهل الموضوع شويه، مش نسهله قوي يعني، نسهله شويه. هنتكلم عن التسهيلات اللي انتوا بتطالبوا بيها، بس حابه ان انا اعرف يعني او ارجعك شويه قبل الانتخابات، واعتقد ان الاتحاد كان ليه دور في تجميع وحشد الاصوات كمان، بغض النظر عن يعني الناخبين او يعني المرشحين، ان انتوا كنتوا بتحسوا الناخبين على انهم يتواجدوا. مش كده وبس، يعني احنا طبعا بنحس الناخبين، والميزه عندنا ان الجمعيات المشاركه في اتحاد الكيانات منتشره في العاصمه الاوروبيه، فكلنا بنشارك في نفس الهدف ونفس البروموشن للانتخابات. انما برضو احنا بنسعى لنقطه مفروض ان هي تكون اسهل لينا، ان احنا اللي بنسعى للتواصل مع الناس اللي مرشحه نفسها، وبنعمل معهم لقاءات على زوم، وبنعرف البرنامج بتاعهم، بس مش كتير. يعني احنا بنعمل الكلام ده مع 4-5 افراد، هم ما بيحاولوش يتواصلوا معانا
فدي لازم يراعوها ان في خمس القوه الانتخابيه موجوده في الخارج، فلازم يدوها اهتمام اكتر من كده، ويحاولوا ان هم يتواصلوا معانا، ويحاولوا ان هم يورينا البرنامج بتاعه، يتنافسوا. حتى ان المواطن لما يلاقي ناس بتتنافس على صوته بيبقى ده تشجيع له ان هو نفسه ينتخب. فلازم يكون في تفاعل من الناحيتين، الحياه اخذ وعطاء، ما هيش لا اخذ بس ولا طبيعي عطاء بس. وده مطالب بيه كل يعني المرشحين، خاصة كمان الثمانية المرشحين عن المصريين في الخارج. معانا اتصال من نيوزيلندا الأستاذة دكتورة غادة داوود، أهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيكي. عارفه ان احنا مصحيينك ومع فارق التصويت يعني التوقيت انتوا بتبقوا اول دوله بيتم فيها التصويت، حابه ان انت تديني كده لمحه عن المرحله الثانيه. هو حقيقي احنا فعلا اول دوله بيحصل فيها التصويت على مستوى العالم، بس احنا عندنا مشكله ان احنا معظم المصريين عايشين في مدينه اسمها اوكلاند، وسفارتنا موجوده في ويلينغتون على بعد 9 ساعات مننا، فبيبقى شويه في صعوبه ان احنا ناس تروح تنتخب. نفس المشكله اللي الاستاذ مصطفى رجب بيقولها عن اوروبا تحديدا وعن لندن كمان. دي مشكله كبيره موجوده عندنا. طبعا السفاره عامله مجهود كبير ان هي تخلي الانتخابات يوم السبت ويوم الاحد، وبيشتغلوا فترتين في يوم السبت جمعه وسبت. جمعه وسبت. لا عندنا بيعملوها والله السبت يعني السفاره عندنا سفير جديد حقيقي. السفاره يعني بس تعالوا يعني، بس هي المشكله في حكايه التنقلات ان انت على بعد 9 ساعات سواقه او طيران، فده شويه بيبقى فيه صعوبه. وطالبنا كتير ان يبقى فيه لجنه موجوده في الاماكن اللي فيها مصريين بكميات باعداد كبيره، او يكون في تصويت على الاقل يعني في الانترنت. يعني العالم كله دلوقتي بقى في القصه اللي هي انك انت تصوت بشكل الكتروني، فاحنا مش عارفين مدى سهوله تطبيق القصه دي ولا لا. بس انتخابات يمكن الرئاسيه ساعات الناس ممكن بتسافر، يعني انا في انتخابات الرئاسيه لا بسافر لغايه ما المنتخب، بس انتخابات مجلس الشيوخ او انتخابات البرلمانيه شويه الموضوع بيبقى صعب. يعني انت ما قدرتيش تروحي؟ للاسف والله ما قدرتش، لان هي تكاليف مش سهله برضه، لان انت ما بتقدريش ترجعي في نفس اليوم، لازم تباتي يعني تبقى مش بسيطه. يعني انا بسافر تكلفه ووقت، وطبعا انتوا مش مسموح لكم حتى ان انتوا يعني تبقوا كمان تاخدوا اجازات في العمل، فده بيبقى صعب. وبنتفق مع حضرتك بالنسبه للجمعه والسبت يمكن يناسب البلاد العربيه، انما احنا بنعتبر الانتخابات عندنا يوم واحد، لان الجمعه الناس شغاله وما حدش نادر ما حد بيروح يوم الجمعه. ويمكن ده من اسباب ان يعني النسبه يعني اللي احنا شفناها مش زي ما احنا بنتمنى. تبقى اوروبا سبت وحد. كانت قبل كده، ترجع تاني ان شاء الله. يعني هذا الطلب بنرفعه طبعا للهيئه الوطنيه للانتخابات، واكيد هيؤخذ به في المرات القادمه، بس بعد انتهاء طبعا مجلس النواب باذن الله على خير، وان شاء الله باذن الله كل المقترحات هتطرح وتؤخذ بعين الاعتبار. داخل هذا البرنامج كان منذ سنوات تم اقتراح الانتخاب عبر البريد، وبالفعل تم مناقشة هذا الأمر وأخذ به في بعض الانتخابات، ولكن ثبت أنه هو غير مجدي أو تدخلت الأيدي للتلاعب به، وإحنا نفتكر ده كويس قوي. حاج مصطفى، بعيدا عن البريد ممكن التصويت الإلكتروني يبقى هو الحل، ولكن لما سألنا اتقال لنا ان في عراقيل امنيه. هقول لحضرتك، انا ببص على نقطه مهمه جدا. اولادنا في الخارج الشباب بيبصوا ازاي مصر العظيمه عندها عقبات في تنفيذ الانتخاب الالكتروني. الانتخاب الالكتروني موجود في كل البلاد، وفي بريطانيا موجود، وبيدوك التشويس تنتخبي بالبريد او بالالكتروني او شخصيا. فالانتخاب الالكتروني معمول عليه كنترول كويس جدا 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 بكذا كود، مش بكود واحد. يعني حضرتك بتخش ب2 كود، واحد وتخش بالثاني، فبنصعب عمليه التزوير هنا او بنحدها بكميه كبيره جدا. انما احنا عارفين مهما عملتي من محاولات، طبعا اللي بيزاول
بيدور بيلاقي طرق، بس بنسبه قد ايه؟ لو هي النسبه كبيره يبقى هنا في كلام كبير، انما لو النسبه معقوله ليه احنا ما نتيحش هذا الكلام؟ لان الناس اللي هي ساكنه بعيد استحاله. انا بشوف ست جايه من نيوكاسل وديسيبل وعشان تنتخب، شوف حضرتك قد ايه بقى. فانا ببص على الست دي بقول لو الانتخاب الكتروني. ست تانية جايه من اوكسفورد ووصلت مقر الانتخاب في لندن ونسيت الرقم القومي وقاعده تبكي. طب دي لو في انتخاب الكتروني كنا سهلنا على الناس العقبات دي. فالناس عندها الحب ان هي تشارك والحب ان هي تستخدم حقها الدستوري في الانتخاب، انما لازم نسهل لهم العمليه شويه. اللي نسيت رقمها هي لو مسجله نفسها في السفاره كان من الممكن ان هم يسمحوا لها بالانتخاب. لازم الرقم القومي. هم سهلوا وفي الباسبور ممكن الباسبور كمان عشان عليه الرقم القومي. ايوه بس هي يعني حتى هم سهلوا خلوا الرقم القومي المنتهي كمان تنتخب بيه. أيوة. بس هي فده مش القضيه ان شوفي احساس الست انها بتبكي ان هي سافرت من اوكسفورد لندن وما قدرتش ان هي تنتخب. بس النقطه المهمه اللي نبص عليها لازم ادي رساله لشبابنا في الخارج ان ايوه مصر عندها القدرات انها تعمل انتخابات الكترونيه عشان ولادنا يبصوا علينا النظره اللي احنا نستحقها. وولادنا بيقدروا ان احنا بنبذل يعني قصارى جهدنا ان احنا نكون متواجدين من اجل وطننا. طبعا. وده يمكن بيخليهم مرتبطين اكتر بالوطن. انا مع حضرتك ان احنا طالبين بتسهيل، يعني مطالبين بتسهيلات اكبر في الفتره القادمه نظرا للتطور التكنولوجي كمان اللي بنشهده عالميا. احنا بقالنا 3 دورات انتخابيه واحنا بنتواصل وبنحاول، فمش ممكن 3 دورات انتخابيه يقولوا لنا بندرس وهنحاول. فاحنا بنقول لازم هنا يكون في قرار ولازم يكون في تنفيذ، والشباب ممكن يشاركوا في ان هم يعملوا كنترول الكتروني على الانتخابات. عندهم قدرات جميله جدا لازم نستخدمها. طيب واحنا بنتكلم عن الشباب، حابه اعرف كاتحاد كمان انتوا بتتعاملوا ازاي مع الجمعيات الشابه اللي بتظهر في كل بلدان اوروبا؟ طيب طبعا احنا بنؤمن ان الشباب هم المستقبل. احنا ادينا الرساله اللي علينا، انا بعتقد هذا يعني. فالشباب هم المستقبل. فالنهارده احنا بنتجه من خلال اتحاد الكيانات المصريه في اوروبا لانشاء كيانات شبابيه في كل جمعيه. كل جمعيه في اوروبا. احنا عندنا دلوقتي اتحاد شباب المصريين في بريطانيا، فدون في ايطاليا، دون في بلجيكا، في كل البلاد دلوقتي في اتحاد شبابات. لما تكتمل الصوره ويبقى واقف على رجليه على ارض صلبه هنتجه لاتحاد شباب المصريين في اوروبا على غرار اتحاد الكيانات المصريه في اوروبا. هم بيتواصلوا مع بعض دلوقتي. سعاده السفير محمد ابو الخير عنده اهتمام كبير جدا بهذا الموضوع، واجتمع 3 مرات مع الشباب في منزله، ودلوقتي في برامج بيتم دراستها للشباب ان هم ينفذوها. النهارده كان في لقاء معهم الكتروني مع سعاده السفير عشان يبتدوا ان هم، فاحنا ماشيين في الطريق لان ده المستقبل، لازم نبني المستقبل. طيب هنرجع لهذا الموضوع، بس معانا اتصال من رومانيا. دكتور عبد الله مباشر، اهلا بحضرتك يا فندم. الحبيب الغالي. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين، متشكرين جدا على جهودكم وبرنامج وصال. بسم الله ما شاء الله، ونبض المصريين في الخارج والمجهود الرائع اللي بتبذله حضرتك وبتبذله الاستاذ انس الوجود والمخرج الكبير حبيبنا، وربنا يوفقكم. بصراحه انتوا يعني نبض مصر في الخارج، نبض المصريين في الداخل في شكرا الخارج. لكلماتك، وحابه ان حضرتك تديني كده نبذه صغيره عن ما حدث خلال الجمعه والسبت في انتخابات المرحله الثانيه من مجلس النواب. أجريت الانتخابات برعاية الهيئة الوطنية للانتخابات في 139 سفارة ودولة. أجريت الانتخابات في 139 سفارة وقنصلية تقريبا في حوالي 117 دولة. إجمالي عدد الدوائر تقريبا 73 دايرة بيتنافس عليهم 200 مرشح على 141 203 بالظبط. طب أنا بتكلم عن رومانيا، خلينا في رومانيا. رومانيا بصراحة كان دايما في عرس انتخابي والحمد لله
المصريين في الخارج استفادوا من المنحه اللي اعطانا اياها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان اصبح والدستور المصري ان اصبح من حق المصريين ان هم يدلوا باصواتهم، المصريين في الخارج ان هم يدلوا باصواتهم. طبعا كان الانتخابات في رومانيا كان يوم الجمعه والسبت. طبعا يوم الجمعه كان يوم عمل هنا في رومانيا، فكان الاقبال متوسط. وطبعا الحمد لله فتحت السفاره ابوابها من 9 صباحا ل 9 مساء بتوقيت رومانيا. ويوم السبت كان بصراحه الاعداد زادت طبعا عن يوم الجمعه على اساس انه يوم عطله، وكان في احتفاليه من المصريين في الخارج بتلك الانتخابات، خصوصا بعد ما اطمأنوا بالذي صرح به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو بالنسبة للتشديد على ومنع التزوير في الانتخابات. ولما تم إلغاء الانتخابات في 19 دائرة تقريبا، المصريين في الخارج تكاتفوا مع توجيهات فخامة الرئيس وتوجهوا إلى صناديق الانتخابات. الحمد لله الانتخابات هنا كان تقريبا يعني في سهوله ويسر، في تعاون كامل من السفاره المصريه في رومانيا، من السفير محمد عرفي سفير مصر في رومانيا ومولدوفيا، ومن نائبه السفير الوزيره المفوضه شيرين، والاستاذه نهى القنصل. بصراحه يعني كان في مجموعه عمل وكان في تنسيق كامل بين السفاره وبين وزاره الخارجيه المصريه والهيئه الوطنيه للانتخابات. كان فعلا عرس انتخابي صحيح. يعني الاقبال ما كانش زي انتخابات الرئاسه، ولكن الحمد لله كانت رومانيا يتصارعون للإدلاء بأصواتهم. والحمد لله في بعض المصريين رغم برودة الجو والأمطار اللي هي متواصلة بقالها أسبوع كامل على بوخارست، بعض المصريين الشرفاء اللي هم بيحبوا بلدهم جم من خارج بوخارست حوالي 600 كيلو تقريبا، جم يدوا بأصواتهم في مدينة بوخارست. من هنا من مدينة بوخارست بناشد اخواني المصريين في مصرنا الحبيبه، احنا في الغربه وما فيش عندنا اعضاء مجلس نواب موجودين معانا هنا، صحيح في 8 نواب او اكثر عن المصريين في الخارج، ولكن اناشد المصريين كل واحد في الدائره الخاصه به ان هو لازم ينزل ويشارك. انا بشكرك جدا على هذه المناشده دكتور عبد الله مباشر من رومانيا، وبضم صوتي لصوتك. يعني وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل المواطن المسؤوليه ان هو يمارس دوره بما يرضي الله، ودي كانت يعني كلماته. فده ممكن يكون كمان زي ما دكتور عبد الله قال، أعطى الإحساس بنزاهة قادمة حتى لو كان في تجاوزات سابقة. نشوف مع بعض تقرير ونرجع فاصل أنا أسفة، ونرجع نكمل حوارنا مع حاج مصطفى رائع. من لندن، من قلب العاصمة البريطانية، بنجوب شوارع لندن بحثاً عن قصص نجاح المصريين بالخارج. مصر دي بدمنا يعني. وزي فاكر بابا شنودة الله يرحمه لما قال مصر بلد يعيش فيه، مش احنا بنعيش فيه. ايوه، يعيش فينا في الداخل يعني. مهما اتغربتي ومهما بعدتي دايما مصر بدمك. حاجات بتساهم في الألفة والمحبة بين أبناء الجالية، حاجات بنتعامل فيها مع مصر زي مشروع هدوم العيد اللي بنعمله كل رمضان ونعمله في الكريسماس. مهما كانت المسميات احنا إن شاء الله بنقوم بيها كل سنة. طبعا دي حاجة مشرفة إن يكون في
جيل جديد كده بيشتغل. حتى الناس هنا عمالين يقولوا دي حاجة مشرفة انهم احنا شايفين الناس دي متحمسين وعندهم علم وعندهم قابلية وعايزين يعرفوا اكتر وعلى مستوى عالي. ودي حاجة جميلة جدا وبنسمعها من جامعات كتيرة. بس لازم يعني احسن تمثيل لمصر، حاجة جميلة جدا. سنوات عدة على البرومو اللي شفناه في لندن مع الحاج مصطفى رجب، عشرة ودعم متواصل منه لبرنامج وصال، اللي ما يعرفش ان هو اللي كان بيبقى مصاحبنا في كل الجولات وبيساعدنا على ان احنا نعمل هذه اللقاءات المتميزة. فيعني اللي انا هقوله بقى مش هجوم على حاج مصطفى، لكن عشم في حاج مصطفى. ازاي حاج مصطفى تبقى انت زي ما بنقول عليك عمدة المصريين في لندن ومش قادر توجد قوانين وضوابط لشباب ناشئ عنده وطنية بس مش عارف يمشي في الطرق السليمة؟ من ناحية ايه؟ من ناحية ان هم بيعبروا عن وطنيتهم لمصرنا الحبيبة بطرق ممكن ان هي تضرهم وتضر كمان مصر في المقام الاول. طيب، هو الكلام ده مش سليم على فكرة. لان الاولاد ما شاء الله، انما في عقبات نتكلم عليها بصراحة، يعني ان في قوانين ومبادرات بتتاخد بدون مشاورات، بدون كونسلتيشن، فبتطلع مش متكاملة، بتطلع ناقصة ونقعد نعدل فيها. وأعدائنا في الخارج بيستخدموا الحاجات دي جدا في استثمارها ويحاولوا أنهم يكتسبوا عطف الشباب. دي نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا. فإحنا دايما بننادي بأن أي مبادرة أو أي قانون يطلع خاص بالمصريين في الخارج يحصل مشاورات فيه أولا، حتى أنه يخرج بالصورة اللي هي ترضي المصريين في الخارج ونكتسب شبابنا، ما نسيب لهمش رغبة للناس اللي هي بتحاول تستثمر هذه القوانين. ما فيش زوم اتعمل من طبعا يعني السابق او حتى مع سفير نبيل الحبشي نائب يعني وزير الخارجية لشؤون المصريين في الخارج، ما كنتش انت فيه؟ وعرضنا كل هذه الحاجات، كل الحاجات دي بنعرضها، لدرجة ان احنا في النهاية كتبنا لرئيس الجمهورية وقلنا له يعني بنلجأ اليك بعد ما لقيناش حلول، وعارفين المشاكل اللي قدامك وعارفين الصعاب والاخطار اللي انت بتتعامل معاها، بس احنا بنلجأ لسيادتك علشان دلوقتي لازم يكون للمواضيع دي حل جذري. احنا بنتعامل مع مشاكل يعني مفروض ان احنا يبقى عندنا الوقت، المفروض ما توصلش لهذا المستوى. ايوه المفروض يعني الوقت فهمت الرئيس مش هيحل مشاكل خاصة باحتواء شباب. لو الوقت بتاعنا مخصص ان احنا نشتغل مع الشباب مش نحل مشاكل مفروض ما تكونش موجودة، فنستثمر وقتنا احنا في التعامل مع الشباب، مع برامج ليهم، مع مشاركتهم مع الوطن. انما في قنوات ما هياش متعاونة، ما هياش متعاملة معنا. فأنا من خلال البرنامج بقول الشباب وإحنا بنعمل مع الشباب، والنهاردة كان في لقاء لسعادة السفير مع الشباب، ففيه كلام حاصل ومشاركين فيه كلنا. والمجلس المصري ببريطانيا اللي هو بيضم كل الجمعيات المصرية في بريطانيا مشارك في هذا، وكلنا بنقدم شباب من عندنا. فإحنا مقتنعين بهذا الكلام وبنعمل عليه، بس عايزين مساعدات وتعاون أكتر من القنوات والأجهزة الموجودة في مصر. لازم الشباب، ما بنتكلمش عن نعمل لهم رحله يتفسحوا في مصر، لا، احنا عايزين نعمل لهم معسكر عمل في قريه في نجع من نجوع مصر، يعملوا توعيه صحيه، يعملوا يدهنوا مدرسه. دي الحاجات اللي احنا عايزين نشاركهم. وحتى عوده الرحلات جميله، هي كانت برضو كانت بتشكل وعي، بتشكل وعي، لا كانت بتشكل وعي، وانت كنت مشارك فيها يا حاج مصطفى. أيوة. لا كانت بتشكل وعي، وكان بيبقى فيه لقاءات مع قيادات سياسيه ولقاءات مع قيادات تنفيذيه، وكانوا بيزوروا
بيزوروا يعني مدن كثيره جدا، فكانت بس مفيده انا جدا. عايز احولها عمليه اكتر. ممكن، وفكره عملية رائعه أكتر. جدا ان هم يبقى خدميه كمان للوطن. مع البرامج بتاعت اللي بتعملها البلد دلوقتي للقرى والنجوع، ليه ما نشاركش فيها بالشكل؟ حياه كريمه يشاركوا هم فيها. بيروحوا يشاركوا في هذه البرامج في بنجلاديش والهند، طب بلدنا اولى. وبعدين دول بياخدوا شهاده في النهايه ان هم كانوا بيعملوا عمل تطوعي بتساعدهم في الحصول على عمل. واولادنا كتير جدا في بريطانيا بيروحوا يعملوا هذا العمل، لا احنا عايزين نعمله في بلدنا. أنا في النهاية بشكرك، ودايما زي ما بنقول مرحب بيك في وصال برنامجك، ودايما وأبدا ثقتنا فيك إن أنت تقدر تحل المشاكل الكبيرة. بس قبل ما ننهي البرنامج فضل. عايزين نقول للنواب اللي عن المصريين في الخارج، فاتت فترتين لا عرفناكم ولا اتعاملتوا معانا، عايزين نشوفكم بقى مش الفترة الكل ما دي. تعممش، فيه وفيه. لا مع البلاد العربية مش مع أوروبا. مع أوروبا احنا ما شفناش حد خالص، فلازم النواب بتوع المصريين في الخارج يكون لهم اتجاه مختلف المرة دي، اتجاه إيجابي، والناس انتخبتهم. وبرضه أضيف إن لو عندنا 2 3 من المصريين في الخارج معينين فعلا، نجري تجربة اختبار نشوف هينجح ولا لا، قبل ما نقول المصريين في الخارج يرشحوا نفسهم. رائع جدا. ويعني كل هذه طبعا المقترحات يعني بتصب في مصلحة المصريين في الخارج، وبينادي بيها مش بس حاج مصطفى لكن العديد من المصريين في الجاليات خاصة في أوروبا وأمريكا أو دول زي ما بنقول الغربية بشكل عام. يعني في النهاية أراكم على خير في أمن وسلام ودائما وصال، وأكرر أطالب منكم الدعاء لأستاذتي ميرفت سلام. الله يرحمها.